معالج البحث زي جوجل مثلا في البحث في المقال بيقرا البيانات دي على ان هي تتعرض في معالج البحث. هنرجع لخيارات المقال. ده بالنسبة لمواصفات المقال او معدلاته. عندنا فيه 3 زراير تحت، اهمهم اللي هو اقرأ المزيد. زي ما احنا شايفين في صورة وفي فاصل الصفحات وفي اقرأ المزيد. اقرأ المزيد ده مثلا لو انت عامل مقدمة عن المقال دي اللي عاوزة تظهر في الصفحة الرئيسية. زي ما احنا مثلا هنكتب كده مثلا اي حاجة، مثلا لو احنا اعتبرنا دي مقدمة المقال، عاوزين هي دي بس اللي تظهر في الصفحة الرئيسية، هنعمل هنا وندوس اقرأ المزيد، هنلاقي الخط الاحمر ده. لو احنا سيفنا المقال وتم عرضه كمثال، هنقول له حفظ، واحنا عملنا عرض في الصفحة الرئيسية نقول له حفظ. هنشوف دلوقتي احنا العرض ازاي في اقرأ المزيد. زي ما احنا شايفين ظهر عندنا مقال جديد الكاتب والعنوان. زي ما احنا شايفين ده العنوان، ولو دوسنا اقرأ المزيد هيجيب لنا بقية المقال زي ما احنا شايفين. هنرجع تاني للمقال. ده بالنسبة للمقالات او ازاي تضيف مقال جديد. في عندنا برضو كذا حاجة فوق، عندنا معاينة ده لو عاوز تشوف بريفيو او المقال قبل ما يتعرض، وحفظ ده انت لو عاوز تحفظه بس ما يقفلش المقال. تنفيذ ده لو عاوز تحفظه ويقفل المقال ويحولك على إدارة المقالات، وإلغاء اللي هو كانسل أو بيلغي لك كل التعديلات اللي انت عملتها على المقال. ودلوقتي هنروح هندوس إلغاء، وهنروح على لوحة التحكم عشان نشرح إدارة المقالات. هندوس إدارة المقالات. زي ما احنا شايفين دي عندنا الصفحة الخاصة بإدارة المقالات الموجودة عندنا. عندنا في تول بار او شريط ادوات فوق، وادي لستة بالمقالات اللي عندنا، وممكن نحول بالصفحة. زي ما احنا شايفين اول حاجة دي المقالات، لستة بالمقالات اللي عندنا دي. هنشرحها هنشرح الاول ارشيف او شريط الادوات. زي ما احنا موجود في حاجة اسمها ارشفة والغاء الارشفة. الارشفة دي اللي انت بتختار مقالات معينة وتوديها الارشيف او زي بتدليتها بس تبقى موجودة على الموقع. في حاجة اسمها نشر والغاء النشر. طبعا احنا زي ما احنا شايفين لو انت عامل موضوع وما اتنشرش وعاوز تخليه يتنشر بتعلم عليه وبتقول له نشر فبيتم نشر. لو انت عندك موضوع مش منشور او منشور وعاوز تلغي نشره بتدوس الغاء النشر. في حاجة اسمها نقل برضو، بتختار المواضيع معينة وعاوز تنقلها مثلا من فئة جملة لفئة تانية، مثلا بروجكت مثلا، دي بتدوس عليها وبيبان. في النسخ اللي طبعا لو عاوز تنسخ رسالة المحذوفات دي اللي هو ديليت او مسح المقال نفسه من على المقال. وتعديل، وتعديل ده لو عاوز تعدل مقال جديد، ده لو عاوز تنشئ مقال جديد. وفي عندنا حاجة اسمها الخيارات. اهم حاجة احنا دلوقتي هنشرح هنبتدي باهم حاجة اللي هي الخيارات او اللي هي المواصفات المقالات العامة اللي احنا شفناها دي هنا. زي ما احنا شايفين تتحكم في المواصفات العامة للمقالات على اساس ان احنا تبقى موجودة في كل المقالات، وطبعا كل حاجة مشروحة لو احنا وقفنا عليها بالماوس وهكذا. ده بالنسبة ازاي تنشئ مقال جديد، وازاي لو احنا عاوزين نعدله بنختاره، وازاي نعرف وازاي ننسخه او ننقله او نعدله. عندنا حاجة تانية ممكن برضو نعملها من غير هنشرح بس عرض المقالات نفسها. هنلاقي كذا صف، طبعا اسم المقال او عنوانه، وهل هو منشور ولا لا، وهل هو موجود في الصفحة الرئيسية ولا لا، وترتيبه. بالنسبة للترتيب ده يعني كل مقال زي ما احنا شايفين، لو احنا شفنا هنا لو شفنا هنا الترتيب ده ترتيب المقال نفسه جوه القسم الفرعي بتاعه زي ما احنا شايفين.
زي ما احنا شايفين ده جوه القسم الفرعي، ده جوه القسم الفرعي بتاعه. مستوى تصاريح المشاهد ده بيحدد لك اللي هو احنا قلنا في عام او مسجل او خاص، وده القسم بتاعه القسم الفرعي، الكاتب والتاريخ النشر وعدد الزيارات اتزار كام مرة، والرقم العام بتاع المقالات. برضو احنا لو مش فاهمين حاجة هنلاقي هنا بيشرح المقالات، هيشرح الايقونات اللي موجودة عندنا لو احنا مش فاهمين. ده بالنسبة لإدارة المقالات.